لا كانت طب بجد. معانا صور للتاريخ الجميل. الله، اوه. الكوكتيلات كاظم الساهر. وده مين ده؟ محمد ده كاظم محي. الساهر وخالد عجاج. خالد عجاج طبعا طبعا. اختاري. ايه وكان الحلاوه دي؟ كان في كمان خالد الغربه. علي. وكان في فاكر شهاب حسني بحبك وكان في وبس. اسلام بكره جاي ماله زي ايوه فاكره؟ ايوه. الله الله على المجموعه الحلوه. طبعا بقى احنا مش يعني لو اتكلمنا بقى عن التاريخ القديم قوي بقى، الخمسينات والستينات، حفلات الست بقى كانت حفلات طبعا. بقى يعني ايه، الناس بتخرج شايفه الشياكه خارج خروجه، يعني قاعد على الكرسي ولابس البدله وبيشرب السيجار. لا حاجه انا جدتي والستات. وجدي مامتي الله يرحمهم كانوا بيروحوا الحفلات دي وليهم صور هناك. كانت تروح بقى ايه جدتي لابسه سواريه. ايوه والخواتم بقى والالمازات والايه شغل بقى. بصي كانت هي خروجه. احنا هنا الحفلات ايه، نضرب الجينز واي تي شيرت ومايوهات وطب ويلا بينا على. والحفلات دلوقتي بقت على البحر، ويمكن كمان في ظل بقى كورونا اللي احنا كنا فيها. يمكن السنه اللي فاتت شفنا في حفلات شم النسيم كان في فنانين كتير. يعني الفنان تامر حسني كان عامل احدى الحفلات، انا مش فاكره طبعا، مش متذكره فين، بس كان عاملها بدون جمهور، لكن كانت بتتذاع على الهوا لايف على معظم القنوات يعني. بس يعني حفله يعني اتفاعل مع الفنان وهو يتفاعل معايا، ونهيص ونرقص وهي والبوسترز الحاجات دي فين يا جماعه؟ الحاجات دي بجد نفسي ترجع تاني بجد. هترجع والله. يا رب انا حاسس يا رب. ان احنا يعني في طفره ان شاء الله هتحصل للناس. اكيد ابتدت تزهق والفن اللي جيد سيظل جيد طول الوقت وان شاء الله خير. يا رب متفائل يا رب والله. انا كمان انا مش هنضرب حاجه ولا ايه؟ ما هو تضرب اهو، شايك جنبك اهو، شايك جنبك اهو. لا بجد عايزه ارجع تاني اتكلم بقى عن السوشيال ميديا. يعني يمكن كريم كان في بدايه الفقره قال تاثير السوشيال ميديا على الاغاني دلوقتي، واحنا قاعدين زرار كده نشوف كل الجديد على اليوتيوب وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي، على صفحه الفنان نفسه هو بقى بينزل. يعني يمكن كنا من مده كبيره الفنانين بيبقوا منزعجين، يمكن اكيد انت كنت مريت بده، ان الاغنيه بتتسرب فخلاص يعني. لا هي الفكره بقت الحياه سهله. يعني انا اقدر بدوسه زرار اجيب القديم والجديد. فما بقتش اتعب على الحاجه. لما كنت بتعب على الحاجه كان بيبقى فيها الروح والطعم. ايوه دي حقيقه. دي تعب عليها والله العظيم صدقيني. يعني انا لما كنت زمان مثلا انزل بقى معايا لسته فعلا فيها عايز اغنيه كذا حكيم، اغنيه كذا ايهاب توفيق، اغنيه كذا مش عارفه ايه. انا كمان كنت احب اسمع شرايط الموسيقى بتاعت عمر خيرت، الله، عمار الشريعي. طبعا انا كان عندي كل وكان في حد اسمه مش فاكر اسمه الصراحه، كانت مجموعه اسمها شموع، كان حد بيعمل مزيكا بس مش مع الاسف مش مستحضرني. كان في فرقه اسمها فرقه جوليانا حاجه كده. لا كان في حاجات جميله جدا جدا جدا. كنت انا بقى زمان بقى بقعد اعمل مسلسلات اذاعيه بصوتي، انا اعمل كل الكاركترات. والله العظيم. وعندي لغايه النهارده شرايط التيب دي. الله. كان اقعد اجيب قلم بقى واقعد ايه. طب ما عايزين الحاجات دي نعملها للناس، ليه ما جبتهاش معاك كده؟ واجيب بقى اخراج وتاليف وتمثيل كريم ابو زيد واداء وكل حاجه. واحب مزيكه عمر خيرت طن تا 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 تا. لا الراجل ده عبقري لغايه النهارده، وكل الاجيال يعني يعني انا امي بتحب تسمع اي حفله لعمر خيرت بتروح طبعا. لا ولادنا يعني بيحبوا. فدي حاجه الحمد لله ان احنا دي يعني من الثوابت او من الحاجات اللي احنا كل الاجيال الحقيقه بتتفق عليها.